من أنقرة إلى الرباط، لماذا تتبع الجالية التركية بلدها بينما تنقسم الجالية المغربية في أوروبا؟ بقلم الأستاذة فاتحة الشاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كل عام يتكرر المشهد نفسه في عواصم أوروبا، في أمستردام وبرلين وبروكسل ومدريد وروما وباريس. ينقسم المسلمون بين إعلانين لبداية رمضان: مسجد يبدأ التراويح ليلة الأربعاء وآخر ينتظر الخميس. عائلات مغربية تعيش الارتباك ذاته، الأب يتبع إعلانا والابن يثق في مجلس محلي، والأقارب في مدينة أخرى يصومون في يوم مختلف. لكن وسط هذا المشهد المتكرر تفرض المقارنة نفسها بقوة. لماذا لا يحدث هذا الانقسام بنفس الدرجة داخل الجالية التركية؟ في ألمانيا وهولندا وبلجيكا تتبع شريحة واسعة من الأتراك إعلان رئاسة الشؤون الدينية التركية. هذه المؤسسة تعتمد الحسابات الفلكية المسبقة وتصدر تقويما هجريا محددا سلفا وملزم للمساجد المرتبطة بها تنظيميا. النتيجة موعد ثابت ووحدة شبه كاملة وانضباط لا يتكرر فيه الجدل كل عام. أما في الحالة المغربية فالوضع مختلف تماما. المغرب داخليا يعتمد منظومة دقيقة لتحري الهلال تشرف عليه وزارة الأوقاف عبر شبكة لجان رصد واسعة تجمع بين الرؤية الشرعية والاستئناس بالحسابات الفلكية. القرار داخل المملكة موحد ولا يعرف المغاربة انقساما داخليا في إعلان رمضان. لكن خارج الحدود تتفكك هذه المركزية. في فرنسا حيث الجالية المغربية الأكبر انقسمت المساجد بين إعلان مسجد باريس الكبير وإعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. في بلجيكا تكررت الظاهرة في بروكسل وأنتويرب. في هولندا انقسمت مساجد أمستردام وروتردام بين مرجعيات مختلفة. في ألمانيا لم تستطع المساجد ذات الخلفية المغربية تشكيل كتلة موحدة كما تفعل الشبكة التركية. في إسبانيا وإيطاليا حيث الحضور المغربي واسع لم يكن القرار موحدا أيضا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كانت الجالية التركية في أوروبا تتبع أنقرة بشكل منظم، فلماذا لا تتبع الجالية المغربية الرباط بنفس الدرجة؟ الجواب يكمن في طبيعة البنية التنظيمية. تركيا بنت عبر عقود شبكة مؤسساتية مباشرة الارتباط بالدولة. المساجد التابعة لديانات جزء من منظومة مركزية واضحة. أما المساجد المغربية في أوروبا فغالبيتها جمعيات مستقلة قانونيا لا تخضع تنظيميا لقرار مركزي صادر من الرباط. بمعنى آخر، المغرب يملك تأثيرا ثقافيا ودينيا لكنه لا يملك شبكة إلزامية عابرة للحدود. النموذج المغربي قائم على التأثير الناعم لا على المركزية الصارمة. وهنا يبرز السؤال النقدي: هل هذا الاختيار استراتيجي واع يحترم استقلالية الجاليات، أم هو قصور في بناء امتداد مؤسساتي حقيقي خارج الوطن؟ وهل الخطاب حول المرجعية المغربية في أوروبا أكبر من النفوذ الفعلي على الأرض؟ المفارقة أن الجالية المغربية في أوروبا أكبر الجاليات عددا وتأثيرا، ومع ذلك تبدو أقل انسجاما تنظيميا من الجالية التركية. الوحدة لا تتحقق بالشعور بالانتماء فقط، بل ببنية مؤسساتية واضحة تضمن القرار الموحد. المسألة لا تتعلق بفرض وصاية خارجية، فالمسلم الأوروبي اليوم مواطن كامل الحقوق في بلده، لكن غياب إطار أوروبي منسق سواء برعاية مغربية أو باستقلال كامل عنها يترك الساحة مفتوحة لاختلافات متكررة. فوضى الهلال ليست مشكلة فقهية بحتة، بل مؤشر على أزمة مرجعية وتنظيم. من أنقرة يصدر قرار واحد فتتبعه شبكة كاملة، ومن الرباط يصدر قرار منضبط داخليا لكن لا يجد دائما طريقه كمرجعية موحدة خارج الحدود. ويبقى السؤال الذي يتكرر كل عام في أمستردام وبرلين وبروكسل ومدريد وروما وباريس: هل تستمر الجالية المغربية في التوزع بين مرجعيات متعددة، أم آن الأوان لبناء إطار أوروبي واضح يضمن وحدة القرار دون الارتهان للفوضى السنوية؟ إلى أن يحسم هذا السؤال سيظل بعض المسلمين في الحي الواحد يصومون في يومين مختلفين بينما تتفرج العواصم.